مره كنت ماشيه على الطريق في الدائري وراجعه تماما ومفيش مشكله، والجي بي اس وكله فله وفاضل 17 دقيقه باين على قد ما انا كنت متذكره، وانزل بقى النزله دي ولا اللي بعدها، نزلت غلط، نزلت نازله غلط، لقيت نفسي دخلت على حته كده اسمها اظن صفت اللبن لو انا فاكره صح، وبقى ال 17 دقيقه بقوا 47 ولا 100 ساعه وشويه، وتكاتك يمين تكاتك شمال تكاتك قدام، كان فاضل التكاتك بس تقع عليا من فوق، توك توك افري وير، وانا بقيت مش عارفه اعمل ايه، والدنيا يعني راحت في حته تانية كده، لحظه التوهان دي. فلحظه التوهان وقفت كده واستهديت بالله، وشفت حتى لو هاخد وقت طويل ومجهود اكتر وكل الكلام في الرجوع بس رجعت. وده اسقاط على سوري البوست اللي انا حطيته من شويه. لحظه التوهان اللي بتجن، لحظه الادراك ان انا بعد ما كنت على الطريق ماشي كويس وكله تمام وكله فله، عارف فبطبق، رفعت من عليا الجهل وعرفت فكملت. مش سهل، بس مفيش حاجه سهله، احنا مش جايين الدنيا عشان الدنيا تبقى في الساهل. وجيت في وقت ما تهت ونزلت، لا مؤاخذه يعني يا نوع، هو انت نفسك اهو لسه قايله ان انت تهت، يا هو مين ما بيتهش؟ هو مين ما والجي بي اس وكل الكلام وما بينزلش نازله غلط؟ هو مين بالظبط كده؟ هو مين فينا ما بيتهش؟ الفرق كلنا بنتوه وكلنا بنخرج عن المسار وكلنا بنغلط كلنا بنتفق في ده، وده طبيعي ودي طبيعتنا البشريه. لكن المشكله لو ادركت ان انا تايهه وعرفت ان انا تايهه، عرفت يعني خلاص ما بقاش عندي نقطة الجهل دي موجودة، وقررت ان انا اتصرف بجهالة ازاي؟ ان انا عارفة بس مش هعمل، انا تايهة بس لا الطريق طويل الطريق صعب مش راجعة، انا هعمل ايه؟ انا هقعد العب هنا، هقعد العب مع التكاتك. مش منطقي في الحياة الطبيعية. ونفس الموضوع لما بقرر لحظة الادراك ان الطريق طويل الطريق بعيد، لا انا خليني في اللي انا فيه، ما كله بيغلط، هو مش انا لوحدي، ما كله تايه، هو انا لوحدي اللي تايه؟ لا مؤاخذة يعني، ما تخزنيش يعني، وانا يعني اهو اسالي اي حد، مش انا لوحدي. هنا بقرر طوعا وبقرار واعي مني ان انا امشي عكس الطبيعي، امشي عكس المنطقي، امشي عكس الفطره، عكس المتعارف عليه. فببقى تايه وشقيان بقى، لان انا بفضل اشقى 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 الف حوالين نفسي مع التكاتك وما بوصلش في اي حاجه في الاخر. فلما تعرف ان انت تهت، لما تدرك ان انت تهت، مفيش ضرر ان كلنا بنتوه وكلنا بنخرج عن المسار، اعرف ارجع حتى لو الموضوع هيبقى اطول واصعب في الرجوع، لكن بلاش تبقى تايه وشقيان.